بسم الله الرحمن الرحيم، نخش في الموضوع على طول. بس الاول، انت عامل ايه في الجو البرد ده؟ احنا في دمياط الدنيا تلج وقاعده ترخ لما قالت يا بس. طيب، نبتدي بقى باخبار النادي الاهلي حبيب الاهلاويه كلهم. اول حاجه، بيقول لك الشناوي يعود لحمايه عرين الاهلي في لقاء زد بالدوري الممتاز. ليه بس كده؟ خبر ده خبر وحش ده. يا ابني، انت اول ما تبتدي معانا تبتدي لنا بمحمد الشناوي. احنا عايزين مصطفى شوبير يا عم، عايزين مصطفى شوبير يا عم. بقول لك يعني جريده صحيفه اليوم السابع بتقول لك ان محمد الشناوي يعني اقترب من المشاركه اساسيا في مباراه زد المقبله في الدوري المصري الممتاز اللي تتلعب يوم 28 فبراير 2026، وهتتلعب الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر. ماشي. قال لك بقول لك بيتكلم بقى على الشوبير في واحد بقى كاتب لك، قال لك عادل السد احسن حارس في مصر. ده انتوا يا جماعه بتقرعوا يا جماعه، يا جماعه احسن ايه؟ واحد بيفهم كوره اسمه علي محمد، اسمك علي، اسم اخويا والله العظيم. الله يهديك يا علي. اني اهلاوي، بس المفروض يعني شوبير ينزل اساسي ماتشات جايه. الواحد ده بيفهم كوره، اعمل له اعجاب. ده الوحيد اللي انا اعمل له اعجاب. ماشي. طيب، احنا بنحب مصطفى شوبير لان هو اللي يستحق يقف في حراسه المرمى النادي الاهلي، لان محمد الشناوي بيهرتل وخلاص. ما عادش بقى خلاص بقى. كان زمان اساسا، كان زمان برضه بيهرتل، بس هو حارس عظيم وكل حاجه. بس مصطفى شوبير هو اللي يستحق يقف في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا وحتى مع منتخب مصر يعني. طيب، ده كان الخبر الاولاني معانا. وقلت لك على موعد مباراة الأهلي القادمة اللي هتذاع طبعا عبر قناة أون سبورت واحد، أو نزل ابلكيشن كورة بلس بقى على الموبايل، أو خش على جوجل اكتب كورة بلس، أو خش على موقع يلا شوط. يعني أنا بسهل لك الموضوع كله يعني. ماشي. طيب، الخبر اللي بعد كده معانا، يعني الجيش الملكي يرد على استفسار كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي. عايز بس ألخص لك الموضوع عشان الفيديو ما يطولش وأنت ما تزهقش مني يعني. بص يا ابني، انا لخصت لك الموضوع في سطرين لان الموضوع كبير قوي يعني، وقعدت اقرا لما قلت يا بس انا لخصت لك الموضوع في سطرين. هي اداره الجيش الملكي تتهم مراقب المباراه اللي هو الليبي ده، ماشي، بتجاهل اعتداءات جماهير الاهلي في تقريره الرسمي، وقدمت فيديوهات للكاف لاثبات التقصير الامني والظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق. باختصار برضه، اللي هم اخذوا انذارات، 4 انذارات ومش عارف والجماهير رمت ازايز ومش عارف، وقذفوا على الجماهير الثانيه وهري السنين يعني. باختصار يعني، النادي المغربي يقول للكاف تقرير المراقب ناقص وغير منصف، وهذه الادله التي تدين المنظمين. ماشي. طيب، عايز اقول لك على حاجه، يعني نقرا بعض التعليقات لجماهير النادي الاهلي. قال واحد اسمه مني مو مش عارف، بونجور وخلاص. الجيش الملكي حامل سكين مدخلها ملعب. ده جايب 16 اعجاب. واحد قال له عادي، التاني بيقول له الاهلي ما رضيش يعمل فيهم شكوى في الاصعب من كده. يعني انتوا كنتوا عندكم في ارض الجيش الملكي يعني في المغرب، انتوا كنتوا ماسكين سكاكين يعني وكده يعني. فكل التعليقات يعني واقفه مع النادي الاهلي. ماشي. ده اختصار الموضوع يعني في كلمتين ونص يعني. ماشي. الخبر اللي بعد كده معانا ان يستروب عشان يليو جوج خلاص هيرحل من النادي الاهلي ويروح نادي فالنسيا الاسباني، سواء كان في الدوري او نزل درجه تانية فريق فالنسيا الاسباني. فكده كده اليو جونج رايح. فيعني يستروب بيقول لاداره النادي الاهلي انا عايز يعني لعيب يعني زي المواصفات بتاعت اليو جونج، قوه بدنيه، صغير في السن، عنده خبرات تؤهله لارتداء قميص النادي الاهلي، يتحمل الضغوط الجماهيريه وكذلك ضغط المباريات. ماشي. كما اكدت التروب يعني ضروره امتلاك اللاعب الجديد مهارات فنيه ومرونه تكتيكيه تساعده على التاقلم سريعا مع باقي عناصر الفريق. بس انا عايز اقول لك اساسا احنا عايزين نمشيك يا تروب اساسا. مش عايزين، احنا عايزين نمشيك اساسا يا عم الحاج. انت وجعت لنا دماغنا يا عم، انت ما بتقدمش كوره، انت بتقدم قله ادب من الكوره يا عم الحاج. الخبر بعد كده معانا الاهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح خوسيه ريبيرو. يا عم ارحمنا يا عم، انت كنت بتقدم انت برضه قله ادب من الكوره يا عم. ارحمنا يا عم، انت عندك يا عم، انت كان عندك اقول لك يعني مش عايز بس ادبخ في الامراض والحاجات دي كلها، بس انت كنت ساكت يعني.
يعني انت مباراه اساسا بيراميدز كان يوروزيتش ده ولا اسمه ايه ده بتاع بيراميدز كان عنده فرط حركه، وانت عندك يعني توحد. الله يسامحني انا اسف لكل واحد متوحد، ما تزعلش مني يا عم الحاج، بس ده ما كانش مدرب، ده كان صنم. ما علينا يعني. بس هو المباراه الوحيده اللي عاملها بس كانت مباراه بورتو اللي خلصت 4-4 يعني، كانت في كاس العالم يعني. ماشي. طيب عايز اقول لك باختصار الكلام عشان الكلام كتير قوي. قال لك قرر النادي الاهلي الطعن رسميا امام المحكمه الرياضيه الدوليه كاس ضد قرار الفيفا الذي يقضي بمنح مدربه السابق خوسيه ريبيرو تعويضا قيمته 588 الف دولار. اشمعنى يعني 588؟ ما ينفعش يعني 600 وخلاص، مش عارف انا. طب 600 من عندي. اكد المستشار القانوني للنادي ان التحرك سيبدا فور استلام الحيثيات خلال 3 أسابيع، مشددا على أن الحكم ليس نهائيا وهناك درجات تقاد أخرى لحفظ حقوق النادي. باختصار الأهلي يرفض دفع الشرط الجزائي للمدرب الأسباني حاليا، ويصعد القضية للمحكمة الدولية لإلغاء أو تخفيض المبلغ. يعني فهمت حاجة؟ أنا فهمت خلاص، بس الموضوع واضح يعني. هو مش محتاج أنا قلت لك يعني. معلش فين ملحوظه كده بس عشان انا ايه حتى تلاقيني قراتها بالعافيه. ما معنى كلمه الحيثيات؟ قال لك الاسباب والمنطق. طب يعني ايه الاسباب والمنطق؟ قال لك ايه؟ قال لك اللي بنى عليها القاضي او الفيفا الحكم يعني. فاهم انت قصدي؟ بس يعني عارف انت مثلا لما ايه اتنين بيشتغلوا مع بعض زوج وزوجه، ده هو السبب، ده هي السبب، ده هو السبب، ده هي ده كده يعني. فلغايه لما القاضي يحكم بقى من اللي صح. عارف انت اغنيه ايه؟ شيكو اسمه ايه؟ واسمه اسماعيل ياسين حبيب قلبي. ها يقول لك بقه يقول له ده انت القرد، لا هو هرد، لا انت القرد اسمع وده تاكل حلو قوي. فيلم بتاع ليلى ومراد واسمه ايه التاني ده اللي جرى سرطان في البطن اسمه ايه؟ والله ما انا فاكر، ما علينا دلوقتي افتكر لك اسمه. انور وجدي. الله يرحمه بقى، والله يرحمها بقى. الخبر اللي جاي بعد كده معانا، كنت امبارح معدي كده، كنت في القهوه، كنت عايز اتفرج على ماتش ريال مدريد وفلانكي بنفيكا. وبعدين ايه انا بعد ما اتفرجتش طبعا، اتفرجت على الملخص يعني، بس كنت بعرف مين اللي جاب الاجوان. كان طبعا اللي جاب الجون ايه؟ فينيسيوس جونيور الجون الثاني، والجون الاولاني كان جوه تشاوميني. ماشي. الجون الاولاني كان مسخره بتاع هم اللي اتقدموا الاول بتاع اسمه ايه ده؟ بتاع بنفيكا. مش عارف انا بنسى الاسم ده بنفيكا يعني. راؤول اسينسيو كان يجيبه في نفسه، انقذه تيبو كورتوا، وراح راح في الاخر برضه حاول معاه تيبو كورتوا، والله العظيم برضه، بس دخل الجول برضه. فراح اللعيب بتاع بنفيكا وحطها في الجول، بس حاول معاه تيبو كورتوا يعني. وكان متالق الماتش ده كان فالفيردي يعني. ماشي. انا ما شفت الملخص يعني وكده يعني. فكنت ايه بعد ما خلصت يعني ايه، بعد ما كلمت مع واحد كده صاحبي، كنت منزل انا فيديو قبل كده على الكلام ده، وبكلم معاه يعني مش واحد صاحبي يعني، كنت لسه بتعرف عليه في القهوه يعني. فالمهم ايه خرجت فعديت على زيزو، كشري زيزو. فبنفس بقى كشري زيزو، كان نفسي اكل كشري زيزو، بس ورب الكعبه كانت بطني قلبه شويه كده يعني ايه، انت عارف بقى رمضان وكده والحلويات والقطايف وكده. فايه ما بعد بقى رمضان نبقى ناكل بقى كشري وكده يعني. طيب بقول لك بقى الخبر بعد كده معانا، تريزيجيه وزيزو او زيزو وتريزيجيه جاهزان لمباراه زد بالدوري. ماشي. يعني بيقول لك يعني طبيب الاهلي قال لك اللي هم جاهزين يعني، اللاعبين جاهزين يعني متجهزين يعني. ماشي لمواجهه زد، ولكن يفضل عدم الدفع بهم في التشكيل الاساسي. مبروك لعوده تريزيجيه وزيزو، واتمنى نستغل مهاراتهم ويرجعوا لمستواهم، وان شاء الله الاهلي في مباراه زد يكسب، وان شاء الله الزمالك وبيراميدز يتعادلوا عشان الاهلي يحتل صداره الدوري المصري الممتاز ونرجع لمكانتنا الاصليه. اهو التعليقات اهو بتقول لك اهو، الله اكبر يا اهلي هتكتسح الدوري. احمد خالد، ايوه بقى اخيرا. يوسف احمد، ايوه. فايز، هتبقى سواد على الكل. عبده حمدي، يعني كل واحد بقى بيشكر بقى تعليقات كتير. ايوه بقى ده عمر، عمر وخلاص. ماشي. ماشي. انتوا مجانين يعني، انتوا هبل يعني بتقول لك ايه؟ الناقده الرياضيه ريهام حمدي. ايه خبر يعني؟ عايز ايه تضحك؟ انتوا مجانين، احنا اصلا عته. اقول لك حقيقه وجود مفاوضات بين الاهلي ومحمد النني.
يا جماعه يا جماعه ارحموا ميتين ابونا يا جماعه، هو ايه ما بيعرفش يلعب كوره اساسا، ما اعرفش كان بيلعب في الارسنال ازاي. قال لك بتقول لك في الاخر خالص ايه، قالت لك على برنامج ملعب اون ريهام حمدي المعلومه اللي عندي الاكيده لحد اللحظه دي ان ما حصلش اي تواصل بين النادي الاهلي وما بين اللاعب بشكل نهائي خالص لحد دلوقتي، ولا مش عايزينه يحصل اساسا. يا جماعه ما تدوا ناس ذنوب ومعاصي، يا جماعه احنا في رمضان، يا جماعه ارحموا ميتين ابونا. السلام السنه يا عم لسه في خبر كمان. الخبر بعد كده معانا يا ابني خد طياره ومع السلامه، مش عايزين وجع دماغ. احمد نبيل كوكا بيحدد مطالبه الماديه لتجديد عقده مع الاهلي. باختصار الكلام عشان الكلام كتير، يعني احمد حسن يعني الاعلامي قال لك ايه على موقع فيسبوك ان احمد نبيل كوكا عايز في الموسم الواحد 30 مليون جنيه، لكن الاهلي كان واقف عند 20 مليون جنيه. بس كمان اللي انا فهمته اكتر النادي الاهلي واقف عند 18 او 17 كمان مليون جنيه، يعني كمان مش 20 مليون جنيه، 15 في الموسم، لكن ايه اتنين مميزات. وكوكا عايز 30 مليون جنيه، فبس ما بتوجعناش دماغنا يا كوكا، انت سيدة ما انتش لعيب كويس ولا باك شمال ولا حتى خط نص ولا حتى بتعرف تباص كوره، سلام يا عم انت بس ما شفناش بس اللي ايه حاطط خوان بزيرة في جيبه وشوكو بنزا في جيبه، بس بعد كده انت ما بتجيش يا مش ناقصين حاجه يا عم الحاج. والله يا عم واحد بيفهم، ما هو اسمه يعني عبد الوهاب قال لك 15 مليون وكمان كتير عليه، والله بيفهم يا عم الحاج، ده 10 مليون كتير عليه، ده 5 مليون كتير عليا بمليون جنيه. يا جماعه انت ما انتش عاجبك يا عم 15 مليون جنيه، ده انا لو قلت لك المرتب بتاعي هتعيط يا عم الحاج، سيبني في حالي يا عم الحاج، سيبني في حالي. يعني انا بص انا ورب الكعبه انا لسه بقرا الخبر دلوقتي قعدت اضحك. بس خلينا كله مش باختصار. بيقول لك خلاف داخل الاهلي حول مصير محمد شريف الموسم المقبل. بيقول لك تشهد كواليس الاهلي، والله قاعد اضحك. تشهد بيقول لك مره واحد نزل يشتري بجنيه حلاوه، فدخل السوبر ماركت قال له عايز بجنيه حلاوه، قال له ما عنديش وهو عنده جوه. فضل انا والله انا هطبق، انا هتجنن، يستروا بايه يا عم ده يا عم. بيقول لك تشهد كواليس الاهلي حاله من الانقسام بين لجنه التخطيط والمدير الفني يسترو بشان مستقبل المهاجم محمد شريف مع الفريق خلال الموسم القادم، وبحسب ما ذكرته التقارير فان يسترو لا يبدي قناعه، مش مقتنع بمحمد شريف ولا بامكانياته. طيب ماشي انت كلامك صح، شاطر يا استروب، طب انت مقتنع بقى مين؟ ويرى ان الانجولي يلسن كمويش يتفوق عليه فنيا حتى في حالته المتراجعه، يعني هو مش مستواه فيلسن كمويش. يا ابني ده اخر كوره في الماتش اللي فات بتاع سموحه، الكوره وقعته يا عم الحاج. يا جماعه ارحموا ميتين ابونا يا جماعه. صدق بالله انا في يعني 2009 2010 كان في لعيب كده ما طولش مع النادي الاهلي اساسا وكان بيتصاب كتير، اسمه فرانسيس كان واحد كان اساسا بيعمل شعره كده ايه يعني، فاهم انت؟ اللاعب ده كان حلو بس كان بيتصاب كتير، يعني ما سجلش اهداف كتيره مع النادي الاهلي، فاهم؟ معلش يا جماعه امي كانت بتكلمني فقطعت الفيديو. فيعني كان مهاجم حاجه، بس الاصابات كانت كتيره، ما سجلش اهداف كتير، بين 4 اهداف ولا 5 ولا 6 اهداف ولا مش فاكر يعني، فاهم انت قصدي؟ فالمهاجم ده كان احسن، اسمه فرانسيس حاجه في فرانك مش فاكر يعني، دي فرانك مش فاكر، بس هو اسمه فرانسيس. هو انا ما بحفظها، مثلا ايه تقول لي مثلا العيب فيرفيردي اسمه فيرفيردي، هو اسمه فيرفيردي، ما اعرفش بقى الاسم الاولاني، تشاومي هو تشاومي، ما اعرفش بقى الاسم، ما اعرفش الاسم كامل، انا مش همتحن انا يعني، كويس ان انا عارف ان اسمه كده يا عم الحاج. نكمل الخبر قال يعني ايه يستروم مقتنع بيلسن كمويش الانجولي ومش مقتنع بمحمد شريف. والله الاثنين مش حلوين، بس هو اساسا محمد شريف احسن بمراحل يعني لما تحط قائم ده مثلا سالم من هي يلسن كمويش، لكن محمد شريف تديله مثلا ايه 5 من 10 بس. وخلي بالك اول ما جاب محمد شريف كان متالق يعني، بس هو مستواه ما تفهمش نزل ليه، لكن هو كان مهاجم حلو ودايما بيتالق مع الزمالك يعني، فاهم؟ في المقابل تميل لجنه التخطيط الى الابقاء على محمد شريف مع تفعيل بند شراء عقد مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا، الى جانب التعاقد مع مهاجم اجنبي جديد بديل لكمويش الذي انضم معار من ترومسو في الميركاتو الشتوي، اسمه ترومسو. ولم يقدم الاضافه المنتظره حتى الان. واستقرت اداره الكره على منح محمد شريف فرصه حتى نهايه الموسم الجاري لتقييم مستواه بشكل نهائي بالتوازي مع تقييم الثنائي مروان عثمان واوتاكا وكمويش، علما بان الاهلي كان قد حقق الفوز مؤخرا على سموحه بهدف نظيف في الجوله 19 من الدوري المصري الممتاز
بهدف مروان عثمان اوتاكا. اكتر تعليق عجبني ايه، اسمه حسين، قال لك ايه، مدرب يمشي هو محمد شريف وكمويش بتاعهم ده. كلهم يمشوا، واحمد نبيل كوكا والناس دي كلها، وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، ارحموا ميتين ابونا بقى يا جماعه بقى. اما عن الخبر اللي بعد كده معانا، قفشه اللي كان جايب لنا الضغط والسكر، بصراحه ابويا بيحبه ما اعرفش في ايه، بيقول لي كان في بيراميدز حلو بس في الاهلي مش حلو، مفيش الا القضيه ممكن بس. قفشه لم ارى ازمات حدثت امامي بسبب الفوارق الماليه في الاهلي. برضه انا اختصرت لك الموضوع عشان الموضوع دش كتير ووجع دماغ. نفي قاطع من قفشه لوجود غير ماديه في غرفه ملابس الاهلي بعد الصفقات الكبرى، معتبرا ان الرواتب العاليه لنجوم مثل زيزو وامام عاشور وتريزيجيه وكده يعني دي حاجه بتاعت رزق ربنا يعني. بس ما شاء الله دول بياخدوا ملايين، واحده بتاخد سلولحات. انا ما بحسنش، ربنا يا عم يرزقهم يا عم كمان وكمان. وامر طبيعي تفرضهم معطيات السوق يعني. اكد اللاعب ان سقف الرواتب يحدد مقارنه بالوسط الرياضي وليس بمسؤوليه اللاعبين، مشيدا بزميله تريزيجيه كافضل لاعب في الفريق حاليا بالارقام كونه الهداف محليا وافريقيا. باختصار يعني الكلام يعني، قفشه يرى ان الفوارق الماليه لم تسبب ازماته، ويختار تريزيجيه كالنجم الاول للاهلي بلغه الارقام يعني. ماشي. تعالى والله بتكلم جد، تعالى والله العظيم هنحبك قوي، ده انت بص هنحطك جوه قلوبنا طبعا. بقول لك في كلام كبير قوي اللي فيستون مايلي يعني النادي الاهلي بيكلمه مش عارف ايه وعايزينه في النادي الاهلي. تعالى والله هنحبك قوي. يا عم تعالى اسمع الكلام، تعالى يا عم سيبنا من الهري اللي عندنا دول يا عم. محمد شريف وعثمان اوتاكا والتاني اللي هو كمويش ده ولا يلسن كمويش، ارحموا ميتين ابونا يا جماعه. بقول لك يعني هو بس بيقول لك يعني في كلام، بس احمد شوبير بيقول لك ايه، لا هو زي بيراميدز عايز يجدد لفيستون مايلي رغم اللي هو مستواه في النازل، بس يعني في مفاوضات وهو عقده بينتهي في الموسم الجاري 2025 في 26. واضاف شوبير ان مستوى مايلي كان قد تراجع لفتره حيث كان يشارك بشكل محدود وغالبا كاحتياطي، ولكن سجل امام غزل المحله في المباراه الاخيره، لكن الامور بدات تتضح مؤخرا بين فيستون مايلي واداره بيراميدز، واصبح توقيع العقد الجديد وشيكا اقصى من اي وقت مضى. بلاش يا فيستون يا مايلي، تعالى الاهلي حبيبي، تعالى للبطولات، تعالى العم وحبيبي، تعالى يا عم، تعالى قولها لك اغنيها لك، تعالى لا اقول لك ايه يعني، نفسي يجي نفسي يجي. ما كلامه صح يعني، ايه اسطروب يعني، ما كلامه صح يا عم الحاج، تدوق علينا دماغنا، الراجل بيلعب كجناح ايه شمال، انت بتحطه جناح يمين ليه يا عم الحاج؟ يا عم اسمه ايه يا عم، اشرف بن شرقي، اشرف بن قلبي يا عم الحاج. بقول لك يا عم الحاج بيوضح يعني ليه اسطروب، ليه سبب تراجع مستواه. يا عم انا بلعب جناح يسار، جناح شمال يعني، ما بلعبش هنا جناح يمين يعني. ماشي، والجناح اليسار بيديني حريه وبعرف اتحرك وبعرف اشوط وبعرف اعمل وبعرف ارقص والحاجات دي كلها. ماشي، و فيعني هو عايز يرجع للجناح اليسار عادي يعني. بيقول لك ويذكر ان بن شرقي سجل 3 اهداف وقدم 6 تمريرات حاسمه في 23 مباراه هذا الموسم بقميص الاهلي. ماشي، فيعني الذي كان قد حقق الفوز ماشي نفس الكلام، الفوز ده خلاص عرفت احنا فزنا على اسبوع 1-0 خلاص يا عم، عرفت يا عم. فيا عم العبوا يا عم كجناح شمال يا عم الحاج، انت بتلعبوا جناح يمين ليه؟ يلا خير، ورب الكعبه انا موافق بس بلاش يا عم يلسن كمويش. بقول لك في احتماليه كبيره جدا 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 اللي محمد شريف يشارك في مباراه زد. يا عم انا موافق، كلنا موافقين، بس شارك انت محمد، بلاش يلسن كمويش يا عم، رحموا ميتين ابونا بقى. ما ينفعش تيجي تاني، انا عايزك وكلنا عايزينك والاهلاويه كلها عايزينك والنجيله ومصر عايزاك يا عم الحاج. حبيب قلبي محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي سابقا ونيس حاليا الفرنسي تعافى من الاصابه، وفرحان جدا اللي هو تعافى من الاصابه. هو كان مصاب بالرباط الصليبي في ابريل الماضي، ابتعد عن المشاركه في المباريات، وبعد كده ظهر اقول لك ايه، حتى ظهر مجددا مع نيس في المباراه الوحيده التي جرت مساء اليوم مساء الاربعاء اليوم.
قال محمد عبد المنعم عبر الحساب الرسمي لنادي نيس: كانت اول مباراه لي بعد اصابه طويله طالت كثيرا وامور كثيره حدثت، لكن الحمد لله. طبعا لازم نحمد ربنا على كل شيء، لعله خير وعسى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. قال لك احساس جيد وصعب في الوقت ذاته عندما تبتعد عن المشاركه لمده طويله وتعود. برضو قال لك برضو الحمد لله سعيد اليوم، اللاعبون يساعدوني، وبارك لزميلي يوسف ندايشيمي ما علينا يعني هو اسمه، طب مش عارف اقراه انا يا عم، ما بعرفش اقرا يا عم الحاج كويس انا بقرا اسمي بالعافيه، على عودته ايضا، وان شاء الله نتمكن من مساعده الفريق ونظهر بشكل جيد في الفتره المقبله. وقال لك برضو ان شاء الله نحصل على فرصه في الفتره المقبله انا ويوسف وجميع اللاعبين المصابين، وان نتمكن من مساعده الفريق يحتاج الى كل لاعب، وان شاء الله نساعدهم ونساعد الجمهور ونبتعد من الوضع الحالي ونتقدم في الجدول الترتيب. وخلص الكلام: الفريق يستحق الافضل ويستحق التواجد في مركز يليق به. قال لك عاد افضل مدافع في علي محمد اهو، عاد افضل مدافع في افريقيا، ان شاء الله ترجع افضل من الاول. واحد برضو اسمه عبد الله حسين قال له عوده حميده ان شاء الله. محمد وخلاص ان شاء الله ترجع احسن من الاول. الحمد لله على السلامه يا محمد عبد المنعم، وتعالى النادي الاهلي، تعالى عايزينك يا عم، احنا معانا محاتيس وياسر ابراهيم وهو بيلعب يا وي كده، وعندك اسمه ايه ده الثاني ياسين مرعي، ولسه ما شفناش عمرو الجزار، وبدانا نشوف هو اسمه ايه ده اللي هو الجديد اللي هو ايه اللاعب وهادي رياض ماشي. وبيكهام ده معتوه كبير، ده بيكهام ده جاي في السلاولة خالص يعني، الله يهديك يا بيكهام يعني، ما علينا يعني. وبرده اخر خبر معانا بقى، ده اخر خبر بقى عشان انا طولت معاك يعني. الاهلي عايز طبعا ايه بنسبه كبيره من الاخبار وخط الوسط وكده يعني، فاحمد نبيل كوكا يبقى خارج النادي الاهلي والله اعلى واعلم. وعندك طبعا كده اليو جونج خارج النادي الاهلي، فالنادي الاهلي عايز ايه حد في خط النص يعني، فبيشوف اللاعب اللي هو ايه عايز يضم اللاعب عمرو قلاوه من نادي سيراميكا كليوباترا، وقال لك اهو عايز يتعاقد معاه خلال فتره الانتقالات الصيفيه ماشي. ويعني بيشوف بقى ايه يعني سلوك اللاعب، بيشوف بقى بياخد فكره عن اللاعب، وبيقول لك اساسا اللاعب ايه. هو قال لك يعني هو شارك قلاوة 16 مباراة هذا الموسم مع نادي سيراميكا في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيد وصنع آخر، بينما تعرض للطرد في مواجهتين ماشي. فممكن تلاقي ايه يعني عمرو قلاوة منضم للنادي الاهلي. وعندك برضو ايه النادي الاهلي هيرجع طبعا ايه اللاعب اللي هو عمر الساعي، واللاعب برضو كبقى ماشي. عموما بقى انا قلت لك على كل الاخبار وتقلت عليك وهزرنا مع بعض، ولو انا تقيل على دمك يعني ما تزعلش مني، ادعي لي ربنا يهديني يا عم الحاج يعني، فاهم انت قصدي ماشي. وان شاء الله يوم السبت ان شاء الله مباراه الاهلي وزد، يوم السبت مباراه الاهلي وزد يوم 28 فبراير 2026. المباراه هتبقى الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر. عموما لو انت بقى من عشان النادي الاهلي زي ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، وان شاء الله الزمالك وبيراميدز يتعادلوا، وان شاء الله نتصدر الدوري المصري الممتاز. وطبعا المباراه مذاعه بقناه كوره بلس، ونزل ابلكيشن لو انت مش عارف توصل على كوره لا انا اسف، المباراه مذاعه بقناه كوره اون سبورت ماشي. لو انت مش عارف توصل اون سبورت واحد فاهم انت، او قناه اون سبورت، نزل بقى ايه ابلكيشن كوره بلس على الموبايل، سواء انت اندرويد او ايفون. لو او خش على جوجل اكتب كوره بلس هيجي لك المباراه هناك ايه، خش على الرابط على كوره بلس هيجي لك المباراه بس مباشر، او خش على موقع يلا شوت هيجي لك المباراه بس مباشر. بس ايه كوره بلس احسن، مش هيظهر لك اعلانات وكده يعني، او مش اعلانات كتير قوي زي يلا شوت يعني، فاهم انت قصدي. انت انا قلت لك اخبار النادي الاهلي، اساسا انا اهلاوي مش هضم الزمالك يعني يعني ما يا اخويا يعني انا اهلاويه، خلينا في الاهلي، خلينا في الاهلي ومشاكل الاهلي وعايزين الاهلي بقى، احنا مالناش دعوه بالزمالك، اقول لك اخبار الزمالك بعد كده يعني، بس خلينا في الاهلي يعني لو انتوا عشان اهلي زي الشريف في القناه، كان معاكم محمد شبرون الاهلاوي، ده كان في الموضوع، والسلام.